السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا هواية سئلوا عن علاج للمفاصل. هذا العلاج كلش مفيد. هذه النبتة اخذوها واستعملوها. شلون طريقة الاستعمال؟ هسه اشوفكم. هاي النبتة اللي اخذناها الصبارة، اليابس اطحنوه، اليابس الصبار اطحنوه. اكو يابسات يعني من عدهن، هي النبتة نفسها اكو يعني تيبس من عدها غصن، اخذوه للذبوه. هذا طحنوه. والاخضر ايضا بالخلاط سووا، راح يصير بهاي الطريقة. شوفوا شلونه، وخلوه على الركب مالتكم، يفيد لل سوفان للركب. يعني اي واحد ركبه توجعه، والله خلال يومين اني جربته، خليته هيجي لفيته بنايلون ولفيت عليه باندج. خلال يومين راح الألم مال المفاصل مالتي. زين، والله العظيم عن تجربة. هذا العلاج فعال، بس تخلوه هيجي، تخلوه على رجليكم. هو طبعا كله جيلاتين. هسه هذا مادة جيلاتينية، هاي مادة جيلاتينية. شوفوا المادة كلش مفيدة للركاب، لسوفان الركاب، لآلام الركاب. زين. شو اسمه هذه الثانية شو يسمونها؟ راح من بالي. الأربطة. الأربطة إذا مال الرجلين، أنا الأربطة تأذت وقعت، وتأذت الأربطة مال رجلي، يعني من الركبة وجوه توجعني حيل رجلي. فهذا خليته وكلش فادني، كلش فادني، أحسن من العلاجات. علاج طبيعي ما يخسركم أي شي. هذا هو الصبار، طحنته بالخلاط، كل شي تخلون وياه. بس هي هاي النبتة خلوها بالخلاط، قصصوها. أنا يعني ما صورت من قصصتها، لأن هذا أنا هسه صورت لكم النبتة، بس هذا أنا مسويته ودا يعني أشتغله على رجلي ركبي. والله العظيم يعني فرق يعني. يعني من خليت الركب مالتي فرق، أصلا قمت أمشي. هذا هو هذا هو الصبار. بعد أن طحنته خلوه على رجلكم، دهنوا رجلكم. يعني هيك بس هذه المادة تصير على رجلكم. شوفوا شلون يصير فرق. لفوها بباندج، بنايلون، بعدين لفوها بباندج، خلوها حتى لا تخلوها ساعة يفرق لكم، مو إلا من الليل. مثلا تخلوها بالليل وناموا، الصبح فلوها وروحوا غسلوها. شوفوا شقد فرق. وإن شاء الله صحة وسلامة للجميع. وهذا المقطع إن شاء الله تستفادون من عده. وشكرا حبايبي. حروق، هاي ايدي محروقة، البارحة احترقت بالتنور من خبزت. ما عليكم، هاي لون وهاي لون. هاي رحنا سفرة وصارت هاي من الشمس سودة، فمن جيت خبزت فاحترقت ايدي. والله حطيت لها يوم واحد يبست. شوف الحرق، يبس بيوم واحد. يعني هيجي تخلون، هيك تخلون. هذا الجيلاتين مال النبات الصبار حتى للحروق يفيد، حتى للحروق يفيد. ايه